مساء الفل والورد على حضراتكم. يوم جديد من ايام ست الحسن، وخلوني ابدا مع حضراتكم النهارده هذا اليوم اخر يوم في الاسبوع من حي الاسمرات. هذا المكان اللي كتير مننا شاف فيه امل مش بس لسكان العشوائيات او المناطق الصعب الحياه فيها، لكن حقيقي انه امل لمصر كلها. فكرة انك تقدر تبني مكان راقي ومحترم وحاجة جميلة، وتقدر تحتوي ناس كانوا عايشين في مناطق مش بس عشوائيات، لكن كمان نقدر نسميها مناطق الموت. ناس كل دقيقة والتانية هم معرضين ان حاجة تحصل لهم. شفنا في هذا المكان مجهود كبير جدا، شفنا حالة من النظام وحالة من الإصرار، شفنا مؤسسات الدولة والدولة بتبني وبتعمر، بتعمل حاجه راقيه، بتعمل حاجه على مستوى محترم جدا. مش اللي هو ايه يعني احنا كمان هنجود ما خلاص بيوت زي البيوت، ينقلوا من الحته دي لحته تانية وخلاص، وبيوت وشقق واوضه وصاله وعفشه ميه. لكن لا، احنا شفنا شياكه، وشفنا نظافه، وشفنا حاجه حلوه، وشفنا دوله تعاملت مع المواطنين دول على انهم مواطنين. يعني اتعاملت معاهم مش على انه خلاص يعني هنقله من هنا لهنا وخلصنا ويعيش ويعدي الامر، لكن احنا شفنا حاله من الرقي ومن الاحترام اللي نفسنا نشوفها في بلدنا طول الوقت، في شوارع كتير وفي ملفات كتير. شفنا حرص على انسانيه البني ادم، مساحات للرياضه، اماكن مخصصه وساحات للرياضه، مساحات خضراء كتير، حاجه كده تفتح نفس الشباب والعيال الصغيره والمسنين على انهم يتنفسوا ويشوفوا الدنيا بشكل جديد، لانه من حقهم في الاخر. في هذا المكان امبارح كانت بتحصل نقله تانية ومشهد اخر. هذا المشهد هو بقى الدوله عملت وبنت. بنشوف بقى اللي حصل في المشهد الاخير واللي حصل امبارح في حي الاسمرات. بنشوف بقى دور المجتمع المدني، بنشوف بقى دور الفنانين، بنشوف بقى دور الناس اللي المفروض يخشوا ويكملوا على شغل الدوله. شفنا امبارح قافله طبيه نظمتها حمله انتي الاهم بالتعاون طبعا مع وزاره الصحه والسكان وقطاع تنظيم الاسره، وكان في مشاركه من الفنانه ياسمين صبري، وكان في حاجات كتير حلوه. كان في توزيع كتب على العيال، كان في تلوين مع الاطفال، كان في شويه هدايا لطيفه وبسيطه، كان في مسابقه لاكتشاف الاطفال الموهوبين، كان موهوب في الغنى، كان موهوب في التمثيل، اشكال مختلفه. كان في شباب كمان كليه الفنون الجميله، وهنا بقى دور الطلبه اللي في الجامعات اللي عندهم حته كده فن، اللي عندهم حته موهبه، اللي بيفهموا في الالوان، اللي بيفهموا في الذوق، اللي المفروض ياخدوا ايد الناس اللي ملهاش قوي في الحته دي ويعلوا الناس معاهم. شفناهم هما بيعلموا العيال الصغيرين الرسم والتلوين. ده الجزء اللي له علاقه بالقرايه وبالفن وبالتلوين واكتشاف المواهب. في كمان جزء مهم جدا ليه علاقه بصحه الناس اللي ساكنين في الحته دي، وكان في قياس للضغط وقياس للسكر وقياس وزن الناس وتوعيتهم بفكره ليه السمنه. كان في كمان قياس كثافه العظام للسيدات. انتوا عارفين ده مرض يعني معروف جدا في عالم السيدات، وبينتشر اكتر وبيبقى موجود لما الست توصل لسن معين ولمرحله معينه. بيوعوا الستات بانه ايه اللي ممكن يحصل لها، طب تعمل ايه، تتفادى الكسور ازاي، طب لو وقعت، طب لو اتزحلقت. كل الحاجات دي الناس محتاجه تسمعها، الناس محتاجه تعرف معلومه، الناس محتاجه تفهم، الناس محتاجه تعرف، الناس محتاجه تتوعى. والاطفال والاسر ما ذنبهمش ان هم يعني على قد حالهم، لكن ازاي تبقى على قد الحال وفي نفس الوقت تبقى مداركك متفتحه، عارف الدنيا فيها ايه، عندك المعلومه، عارف فاهم. وعيالك بيروحوا مدارس حكومه وانت معكش عشان توديهم مدارس انترناشونال والحاجات الكبيره الفخمه الضخمه الغاليه قوي دي اللي يمكن ربنا قدرنا عليها، لكن في ناس تانية ما تقدرش. ما ذنبهمش بقى ان هم يفضلوا طول الحياه عايشين في منطقه ضيقه، وما ذنبهمش ان هم ما يعرفوش، لكن من حقهم يعرفوا، من حقهم يشوفوا الدنيا وعينيهم تتفتح ودانهم تتفتح وقلوبهم تتفتح وتشوف حاجات كتير قوي. في كلام عن الصحه الانجابيه، كان في كلام مع السيدات، كان في عيادات لكشف النساء وحاجات ليها علاقه بكشف البطنه وكشف الرمد، كان في توزيع ادويه مجانيه. والحقيقه انه كان في حركه جميله وحاله حلوه جدا نفسنا نشوفها طول الوقت.
مش عشان الغربال الجديد له شده، لكن نفسنا نشوف ده كتير وطول الوقت، والناس كلها تعرف اهميته، اهميه انك يبقى ليك دور مجتمعي، ان كان الفنانين، ان كان المغنيين، ان كان منظمات المجتمع المدني، ان كان الناس المقتدرين، كانوا رجال الاعمال. تعالوا نروح نشوف هذا النموذج المحترم الراقي جدا جدا جدا، واللي يقول ان بلدنا فيها حاجات حلوه كتير، المهم احنا نقرر وننوي ونشتغل. تعالوا نشوف. بنستهدف ان احنا نعمل قوافل متكامله في الاماكن اللي هي الجديده والاماكن ذات الاحتياج. فاحنا بادئين بحي الاسمرات زي ما حضرتك قلت ان هو حي جديد، ممكن تكون الانتقالات بالنسبه للناس بتمثل صعوبه، لسه ما يعرفوش الخدمات الصحيه المتاحه ليهم بشكل مجاني كامل. في كشف رمد زي ما حضرتك قلت ونظارات مجاني، في كشف عظام، في كشف باطني، حتى اللي طالب خدمه مش موجوده في القافله احنا في فريق كامل مستني في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان. احنا النهارده وزاره الصحه، قطاع السكان وتنظيم الاسره بالتعاون مع حملتنا حمله انتي الاهم موجودين هنا جوه حي الاسمرات. هنبدا ان احنا نزود وعي السيدات بخدمات الصحه الانجابيه، يعني ايه تنظيم اسره؟ ليه احنا عاوزين ننظم الاسره؟ هنبدا نزود الوعي عند السيدات بالارقام المهمه في حياتها، يعني نقول لكل ست اعرفي رقمك، اعرفي رقم ضغطك، سكرك، كوليسترولك، وزنك. هنبدا السيدات اللي عندهم مشاكل هنوزع عليهم الادويه المجانيه. بعد كده هنتنقل للمدرسه، المدرسه تحيا مصر، هنفضل وسط الاطفال الصغيرين. هتبقى فنانتنا جميله ياسمين صبري معاها كراريس التلوين التوعيه الصحيه اللي احنا عاملينها، عاليه تحدى التدخين، ليلى وعظام الهيله. الكراريس دي لما اطفالنا هيلونوها هيفهموا خطوره التدخين، هيفهموا اهميه شرب اللبن. هدفنا ان احنا نزرع جوه دماغ ولادنا وبناتنا ثقافه الطب الوقائي. انا مش هدفي ان الناس تعيا ونعالجها، انا هدفي ان احنا نمنع المرض. بما اني انا سفيره حمله انتي الاهم، احنا اهتمامنا للطفل اولا والمراه، يمكن اولا هما الاثنين يمكن في نفس الحته. فانا من دوري اللي بحاول يعني اخليه افكتيف او ليه تاثير، ان انا اجي مدرسه زي تحيا مصر اللي هي زي ما انت قلت كان اطفال في العشوائيات، يمكن جزء كبير جدا منهم كان ساب المدرسه، ما بيروحش اصلا المدرسه. نوع من انواع التحفيز، نوع من انواع انه في مستقبل ليهم، انه بكره هيبقى احسن، ان هم اللي عايز يبقى اي حاجه ممكن يكون عليها، حتى لو بشكل بسيط هامشي، بس ان شاء الله تاثر فيهم. ان احنا نشوف ده بقى طول الوقت طول الوقت. نغير ثقافة الستات دي، نفهمهم ونوعيهم، نديهم معلومات عن جسمهم وعن صحتهم الإنجابية وعن هشاشة العظام. الولاد دول ما عندهمش فرصة انهم يروحوا نادي راقي يلعبوا كورة، يلونوا، يلعبوا بلاي ستيشن، كل الحاجات اللي اكيد محرومين منها. يشوفوها ويحاولوا ويعرفوا الدنيا ويطلوا عليها باشكال مختلفه. اللي عنده موهبه يطلع ويوريني، اللي عنده صوت حلو يسمعني. دي اهميه او الدور المجتمعي اللي المنظمات دي تلعبه، او الفنانين او الناس المشاهير يلعبوه. دي حاجه نتمنى طول الوقت ان احنا نشوفها.